السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين يا رب دايما تكونوا بخير. اعملوا لايك على الفيديو ده وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس اي فيديو جديد ينزل لكم. جايه اتكلم النهارده في نقطة معينة كده. احنا عامة ما بننفذش اي علاج خالص، لان اول امبارح كده حصلت حادثة عندنا. ولد صغير اتوفى بسبب ابرة انتيبيوتيك مضاد حيوي، مع انه عامل اختبار كل حاجة، بس الدكتور كاتب روشتة والروشته ضاعت منهم. فطبعا احنا مش بننفذ اي حاجه. فطبعا الممرضه ادت الابره، ما كانش نفس الابره اللي هي اديتها هي اللي كانت في الروشته، كان فيها غلط. انا المفروض لما اجي ادي ابره هتاكد من الاول الروشته بتاعت الدكتور، هتاكد من الابره اللي معايا ايه، هعمل اختبار حساسيه. الحاجات دي يا جماعه مهمه جدا جدا جدا، بلاش نقع فيها، بتحصل كوارث منها. لازم اشوف الروشتة، لازم تكون مختومة من دكتور، مش ورقة مكتوبة، مش شات على الواتساب. لازم روشتة مكتوبة قدامي، دكتور كاتبها، معاها رقم عيادة الدكتور، عليها عنوان دكتور، ويفضل تكون ختم. احنا بنعمل كده، بنحمي نفسنا، بنحمي المريض اللي احنا بنتعامل معاه، الحاجات دي كلها.